السلام عليكم متابعيني الكرام، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيك الرملي اللي كيجي رائع وقوامه زوين بزاف، كيجي قطني ورطب ويعجب الكبير والصغير. كي كتشوفوا هذا الشكل ديالو، انا غادي نشارك معكم الان المقادير وكذلك في نفس الوقت طريقة التحضير. فاول حاجه خديت كأس ديال الخلاط، وعندي علبه ديال الزبادي هي اللي غادي نحطها هي الاولى نوضعها هي الاولى في الكأس ديال الخلاط. ونفس العلبه هي اللي غادي ناخذ بها يعني القياس ديال المكونات اللي باقيين. فكي قلت لكم علبه زبادي، ونفس العلبه غادي نعبر بها الزيت. هانتوما كتشوفوا متابعيني الكرام نفس المقدار. وكذلك غادي نعبر بها السكر، مقدار ديال علبة وحدة سكر سنيدة. وغادي نضيف 3 حبات من البيض. وكيس واحد من مسحوق الفانيلا، ممكن تستبدلوه بفانيلا سائلة. ديروا مقدار ديال ملعقة صغيرة ديال الفانيلا السائلة او كيس ديال فانيلا باودر. دابا غادي نقفل الكأس ديال الخلاط ونخلطهم جيدا مزيان نعطيهم الوقت في الخلط. من بعد منها غادي نرجع لكم باش نكملوا المراحل ديال تحضير الكيك. من بعد ما خلطته جيدا في الخلاط متابعيني الكرام، غادي نفرغه الآن في إناء. هذا هو القوام ديال الخليط. الآن غادي نضيف الدقيق، عندي كوب ديال الدقيق غادي نغربلو في الغربال كي كتلاحظوا متابعين الكرام. فبالنسبه للمجموع الدقيق اللي احتاجيت، يعني الكميه اللي احتاجيت كوب وربع. الان غادي نغرب الكوب الاول. يعني فاش كنغربلوه كنتجنبوا ان داك الدقيق يشكل لنا حبيبات، وكذلك الا كان شي حاجه في الدقيق تنحيدوها. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال البيكين باودر او الخماره. وغادي نبدا نخلط متابعيني الكرام الدقيق مع الخليطه ديال الكيك بشكل دائري في اتجاه واحد، وغير بشويه ما نخلطش بسرعه. دابا غادي نضيف الربع ديال الكوب ديال الدقيق حتى هو غربلته، وغادي نخلطه بنفس الطريقه حتى نكمل ونحصل على هذا القوام. متابعيني الكرام كي كتلاحظوا هذا هو القوام ديال الكيك، خفيف ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، يعني هذا هو القوام ديالو. دابا غادي نجمع دوك الجوانب ديال من الاناء ديال الكيك ونعاود نخلط، نتاكد انه تخلط مزيان صافي. ونجيب المول اللي دهنته بالزيت ونفرغ فيه خليط الكيك وندخله للفرن اللي سبق ليا يعني سخنته على درجه ديال 180. غادي نوضع الكيك في الرف الوسط ديال الفرن
ونشعل عليه النار من تحت فقط على درجة حرارة 180. كي قلت لكم نوضعوا الكيك في الرف في الوسط في الفرن ونشعلوا النار من تحت فقط لمدة 30 دقيقة. قبل ما نخرج الكيك فالآن غادي نحمر هاد السميد اللي كتلاحظوا معايا، غادي نحمره فوق النار. والآن متابعيني الكرام، من بعد ما خرجت الكيك من الفرن هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما وجد ثقبته بالعود ديال الأسنان بالكامل، وغادي نفرغ عليه الحليب المركز المحلى. كي كتلاحظوا فهو جاهز تبارك الله، يعني مدة 30 دقيقة كان كامل في الطهي ديالو. فرغت عليه كي كتلاحظوا الحليب المركز المحلى بالتساوي فوق الكيك بالكامل، والكيك راه غادي يشرب الحليب، ما غاديش يبقى فوق منه، بالعكس غادي يتشرب مزيان. شوفوا تبارك الله، يعني شربات داك الحليب. دابا غادي نزينها بالسميد اللي حمرت فوق النار، اللي قلت لكم غادي نحمر فوق النار. غادي نفرغ عليها السميد بالكامل حتى نغطيها بهذا الشكل. وهذا شكل الكيك متابعيني الكرام. كي كتلاحظوا كيكة الرمل اللي شاركت معكم اليوم، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. وكيف العاده ما تنسونيش بلي لايك والتعاليق ديالكم والاشتراك اللي غيشوف القناه لاول مره. علاش لا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى ان شاء الله ان القناه تكون في المستوى وتنال الاعجاب ديالكم متابعيني الكرام. يعني الدعم ديالكم كيشجعني، وان شاء الله دائما الجديد وديما فيديوهات جديده كيف العاده ان شاء الله يا ربي. فهانتوما كتشوفوا القطعه اللي قطعت معكم. هاد الكيكي قلت لكم راه كيجي قطني ورطب وزوين، المذاق ديالو رائع. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم متابعيني الكرام. هانتوما كتشوفوا الشكل ديال الكيك. فانا كبيت شي شويه ديال الحليب المركز المحلى في الجوانب ديال قطعه الكيك. هذا هو الشكل ديالو. غنقطع معكم واحد شويه بالملعقه. شوفوا تبارك الله كي كيجي رطب وقطني، يعجب الكبير والصغير. ان شاء الله تجربوه متابعيني الكرام. وبهذا متابعيني الكرام كنوصلوا لنهاية الفيديو. خليتكم في امان الله، الى لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.